بالعالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الإخوة، اليوم كذلك نتكلم حول مشكلة المخدرات ومحاربة المخدرات في الأسلوب في الزمان الحاضر. كيف بإمكاننا أن نستفيد من الوسائل الجديدة لمحاربة المخدرات وما إلى ذلك من الأمور التي تفسد علينا الحياة، لنرى كيف كان أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك العصر الحديث ماذا يمكننا أن نستفيد من الوسائل الجديدة لمحاربة مثل هذه المشاكل الكبيرة. برايد عزیز ایرو سام بحثا ماده هشبر ببن. ماده هشبر يعني اوی کش مرواد بن نارکوتیکا و لأم تماشاكن وسيلة كي ودو وسيلة پیغمبر دخبتان عليه الصلاة والسلام لهمبر بي تشتي بيس بي تشتي خراب و زمان ایروک امتدانه لازم ام چه استفاده شب دينن ام الهمبر وان تشتا چوا شر و مجادله بكن ام الثروام سكن. اولا بعدما ذكرنا مراحل التحريم، الإسلام وضع عقوبة لمن يشرب الخمر، ولكن هذا العقوبة ليس عقوبة كبيرة، الغاية منه يعني شوية توبيخ كما يمكننا أن نقول. لذلك عقوبة شارب الخمر لم يكن الذبح ولا القتل ولا كسر الرأس، يعني عصايات صغيرة نضربه شوية حتى نحسه بأنه عمل شيئا عيبا فيها شيء لا يليق بالمرء. لذلك حينما نقرأ كتب السيرة نرى بأن الصحابة يقولون كنا نضرب الذي يشرب الخمر بالنعل وبالدف والعصا صغيرة شوية حتى نوبقه شوية يعني. فهذا أول الأساليب. أحيانا النصيحة والوعظ والدرس لا ينفع، تحتاج إلى أن تعاقب قليلا حتى يتعقل المرء. ليس دائما النصيحة والضحك وهكذا، أحيانا كما يقول العرب العصا لمن عصى، يعني أحيانا تحتاج أن تؤدب. فهذا أولا كان من مراحل أو من أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم لمحاربة هذه المشكلة. كان أحيانا يأكل الصحابة يضربوا شوية يعني حتى توبيخ ويحذره قليلا. هذا أولا. أم تماشات كن قالوا جماعة أسلوب پیغمبر عليه الصلاة والسلام دل همبر بي تشتي خراب دا پیغمبر تشتكي صحابي را دقو چند دارا ليخنكي چند شرقام ليخنكي يعني لورا هدف في جزاي هانه نه خبردان ابتنی خبردان هبو خدای حرام کرد ورد اوانه تبل آلیکی فقط جاره انسان نصیحت فهمناکش خبردان فهمناک لازمت اینکه گوهی بکشینه بکردید به گوهی بکشینه يعني هناك عاجز به د قرآن پیروز اجی خدای نابجه لیخنه بکش تشکی ساتنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بی نصیحت لوان کرده گوتی یکی که عراق و خور سرخوش بو و ویدید ها يعني يكي كل مالا خفاخو توي نديت او علاقه ما جتنا خدي يعفو بكانه امنا مجبور نهار مالاوي نوبتاي بقرن تا چك تبا خوار جوار بفك بيا بينج دبت ابيا تشتكي ندرسته. حتى السربيح مساله كي هي وقت حضرت عمر داد المكي دنيراد مالك كده دنجي او قيرقيره كيته دريد خدري قرتي سرد ورده مالاوي حضرت خليفه مريك سرخوش عراق و خارية دبيت تشد كي تنزاني حرام دبي مجي حرامي كي قلت اجي حرامي كي كرت حضرت عمر راد بيت بتشكر دبيت بي إذن من كاتي مالا متخسر دوار رابط هاتي مالا من إذن بتنت بيتشتهاني بكي إذن طام أجارك ديوانا كتب جارك هاتي حراق بنا خد بي طام بتوم بيدي يعني يك بيك يعني إسلام يكي كد مالا خدا داري خو بقرا حرامي كي بكي أم نكارن هرن داري مالا يبك انت تشكريه أو نحقي ما لما كي بي إنسان هيجاش خدا فديت كا شرمت كا شخابي تشتكريه فقد يكي كمل در وادي تواسر خوشه وهشي وهات شته وحراق بخاريه اوی وقت پیغمبر علیه الصلاة والسلام دگو بینن چند داره لیخنه که داره مازون نه نجو په پولیس تشته که وازراب هنک صحابه دگو مب دستال اتخس هنک دگو مب گو جلی خله اتخس هنک دگو تلکام اتخس تلک زانه چنه تلک شب يعني حذاء عربي بعد شيء ساكنوا بشكي قوي دكشان اللي اتخستن هو جبوني في انسان يفهم بك والله تشتكي عيب كده يعني حسابك ام تشتكي بك عند نوى جامعه نوى جامعات البردري ده وبيسيحة مسلمان ورن تقورق والمخن ومشتاج مرة بيشن مرة بشكي فديد يعني هدف إسلام نك جاني بيشه تقول مرة بشكي عقلي ولا سريبي فديد يعني هدف أبو
لو را هنك جزاء هدف وغاية ما أمي بيشين عبرت بقرة. مثلا إنسان دس قارتنا نصيحة دزاب كي هر دوام حتى دستي جنك عقلي نايسريبي. فقط إنسان اكي عراقي بخور زرار الشخصي ورا نشكس كيرا أما حضور ملت إخراج كي در واسر خوشته لازمت إنكي جزاكي بديه جزاك پیغمبر دانی بود گفت چند دارا لیخنه یعنی بیسی حبدار آب چوچک و دار و تلک ملکا دو وقت حضرت عمر دا پچکی زیده کنن گواه اینکی زیده بونه ابیا یک پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی تشتید خبتن دو جزای هانه امی بدن ابیا یک جزای الهمبر وی خرابی هانه امی انا بحث جزای دو بکن. الأمر الثاني لمحاربة المخدرات والذي يشرب الخمر كيف كان يقاوم. الرسول صلى الله عليه وسلم تذكروا شيئا كان يقول ادعوا له بأن يعينه الله عز وجل على أن يترك هذا الشيء. يقول ادعوا له. مرة الصحابة يأتون بواحد يشرب الخمر والصحابة يضربوه وبعدما يضربوه يقوم أحد الصحابة ويلعنه. فحينما يلعنه يقول هذا الصحابي يقول أخزاك الله يعني الله يفضحك أنت عملت شيء قبيح جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. انظروا إلى هذا الرحمة يعني هو شرب الخمر وعنده إيمان لماذا أنت تقول الله يخزيك ويلعنك ولعنة الله عليك لماذا تعين عليه الشيطان. ادعوا له بأن يغفر الله له وأن يستره وأن يحفظه ولكن لا داعي إلى هذا الأمر. لا تقول هذا الشيء لا تقول الله يلعنك وهكذا هذا لا يجوز. ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ادعوا له. كذلك علينا أن ندعو لمن ابتلي بهذا الشيء. وهناك عالم مصر الله يرحمه كان اسمه الشيخ محمد الغزالي له مسألة مشهورة يقول رأيت رجلا كبير السن قد ابتلي بشرب الخمر يقول قلت يا عمي لماذا تشرب الخمر يقول فبكى مباشرة وقال يا ابن أخي ادعو الله بأن يعينني على أن أترك هذا الشيء وبكى. فكثير من الناس نحن لا ندري ظروف الذي عاشوا فيه وكبروا فيه هل عاشوا في جو الناس فيه أهل الخمر وأهل المعاصي فتربى معهم وبعد ذلك لا يستطيع أن يترك فادعوا الله له على أن يعينه حتى يترك هذا الأمر. هذا كذلك أمر ثاني نحن مع الأسف الشديد لا نهتم بهذا حينما نراه نلعنه مباشرة. يا أخي ادعوا له ربما ابتلي بأمر لا ابتليت به كما ابتلي به هو لكنت قد أفحش منه وأفسد منه ولكن الله عز وجل أعانك ونصرك وحفظك من هذا الجو الفاسد. فحاول أن تدعو لهذا الأخ المظلوم المسكين الذي ابتلي بهذا الشيء لعل الله أن يغفر له وأن يرزقه التوبة حتى يترك هذا الأمر. هذا الأمر الثاني الدعاء لمن ابتلي بالأمر ندعو له. نقطة دو قالوا جماعته كإيرو الجماعتنا مع الأسف الشديد عادته که پیغمبر و علیه الصلاة والسلام یکی که گناهکار و گناه کی تشکی بکره پیغمبر جرا دعایت کرد خودت توی هدایت بکی توی عفو بکی. اب انسان یک عراقی ود خو یا جی تشتکی وکاوید که گرم جرا دعایا بکن خو خودی عفو بکن. کتاب دبین شد کتاب می حدیث روزه کی صحابی کیان شخصی که عراقی بخور تینن جن پیغمبر جبون چند جزا بدون لیخنه که وقتا وی تینن لیتخنه تلک ملکاتش مشتاین وقت تق لیتخنه که يكتب خديت رزيل بك أخزاك الله ومعنى الرزيل بونه يعني خديت رزيل بك تش إنسان كي خرابي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بين نبي جوي تشتهانه دبي آليكاريا شيطان نكن دماغ تقو خديت رزيل بك يعني شيطان شكون خازاوي رزيل بك تجي قو خديت رزيل بك تدهان نفر بكردي وزانه چه نفره يعني ونفره ليتكن چما تنفره ليتكي دعاء بك بيجا خديت وعفو بك خديت وهداية بك يعني أبياجي حق ما لازم أم إنسانك جناكاره جناهات ك تويديد راسة بيجي تشتكي كي خرابة يا رب توي هدايتك توي عفوك. عالمك مصرية خدي رحمة عليك صار نقطة بينجاد رحمت كل إنسانك عالمك كلا كيف هم جراته نبي محمد غزالية محمد غزال لا إمام غزالية مازن نبي يا محمد غزالية يك جوان عالمي كود خاص مسلمان سربلن ببن خدمته قالك تكر دبي از گنجم من ظلامك اختيار ديت عمري ما ظن عراقي بخاريه سرخوش بيه و دبي مگو مام و تديب كردي ام بجن خال و اپم بي گوت ند بجن گو خال و مام و اپو ما چمت عراقي بد خوي چمت درجه برنادي دبي در حال گريه سر چعبيات خاري گريه
گو برازیه من برازی مزانش نه برازای من یعنی دعای بکە برا خودێ من عفو بکە برا خودێ یاردمامە بکە خودێ قوتێ بدە من ئەزوی تشتیانێ دوور بکەبم بنێ عراقی بەد خۆ هشیونەل سەری ویە فقط کو دزانە تشتێکی خراب کردە دزانە دەبێ گۆ دعای بکە برا خودێ ئالیکارم بە ئەزوی تشتێ بە نەخۆمێدی استعمال نەکەم ئیژاوی عالمێز درێژ کە دەبێ مالەسەف جارنە ئەم ڕەحمە ئینسانە ناکن ئەوی ئینسانێ بەلکی دەماکو بچووک بیە ئیمامێکی تنە بیە شێخێکی تنە بێ بەلکی یەتیم مەزن بیە بلكي تكولان هذا جعدادا سوقاق هذا مازن بيه يكتنا بيه جرى بجاب حرامه بيه خرابه بيه تشتهان نكه وانت زانن دماكو مرض بخويبه دماكو انسان بخديبه هر تشتي سري مروه مثلا اون ابي شوانيه كرنه دماكو شوان تنه بجو حيوان هاني را چه تسري وان غورتي وريفي هر كسته دستينه وان حيوانات بن دماكو مرض نوا ملتك كده مازن ببا ياج باجار اكيد محلك جي كده بافتنا ديتنا مامتنا خالتنا مازن اكيدنا رهبر اكيدنا تجاوبي حزار خرابي انسان دكه يعني اسلام دين رحمته نه دينك از شعبه تدرخم برا استيته بشكي اف دين يعني نه بلكي اجي ودابوما ما بمتنبونا ما بمتنبونا عائله بتنبونا بلكي از بخوي مازن ببوما يرو ها بلكي فرعون تدو ازبوما يعني امان تشتغل فعم بكن دمك خدي رحمه المربا بك وام دنابا انسان باش تمازن ببن وفقير اكيدن بافتنا عائلتنا جماعتنا ملتنا بخدي مازن بيه انا مثلا انا وان جين جماعه كل وان درات تشتي خرابيت كن صديق شقا سيوان ديو بابو عائله وانتنا بخوي مازن بونا فقير اي نورماله يكتنا بدا سيوان بقرا قرا ام ظالم نبن جوانا دعايا بكن يعني جانا هناك مزقفتي ام دنيا خرابيات كلها انت مش مشتاق فروشن افيا شمات يا مزقفتي دعاء بك برا خدي وهدايات بك وهاتيه بلكي لما جاي بقوات بها جوي حراميه دور بك يعني ام جرافي اسلوب پیغمبر جبير وانكن عليه الصلاه والسلام نصيحه دعاء بكن كو خديوان هدايات واصلاح بك هذا ما ذكرناه في عهد الرسول طبعا ناتي الى هذا اليوم هنا وسائل جديده علينا ان نستفيد من هذه الوسائل كيف خصوصا لمحاربة المخدرات وليس الخمر وإلى ذلك المخدرات نحتاج إلى الخبراء في علم النفس علم الاجتماع قسم التكنولوجيا نحتاج إليهم نحتاج من يفهم في الصحافة نحتاج إلى الذي يدير الاقتصاد وما إلى ذلك المعلمين في المدرسة الأئمة في المسجد الوالدين الأهل والأقارب كبار السن والشباب نحتاج أن نستفيد من الجميع وعلى الجميع أن يتعاونوا ويتكاتفوا ليحاربوا مثل هذه الأمور ليس الكلام فقط ينفع الكلام فقط لا ينفع نحن في عصر أصبح فيه كل شيء معقد جدا نحن ننظر إلى التليفون الهاتف الذي أمامنا ولكن لا ندري ولكن العلماء هكذا يقول فيها أمور كثيرة يأخذ عقلك وبدون ما تدري يغير العقل ويغير الفكرة وأنت لا تدري فعلينا الاستفادة من هذه الأمور نستفيد من الخبراء ومن المهندسين وما إلى ذلك هذا ما نحن نحتاج إليه ولكن مع الأسف نحن لا نستعمل مثل هذه الأمور سنعود إليه إن شاء الله نقطة كادني قالوا جماعتين دوی زمان آنادا زمان نو کرمانجی امد بین زمان نو يعني زمان معاصر اوه چاقداش عصرف ایرو امتدانه اما چوال همبر وان نارکوتیک ام بیجم کردی و ترکی انگلیسی نارکوتیک اما چوال همبر نارکوتیک شر بکن فان تشتیک مگو تمام اما نصیحت بکن اما جزا بدن وان وانا لآلی کلی ام گره کور نبن گره ام شعبی اخبر ام وی زمانی کتدان ام فهم بکن زمانی که امتدانه قلو جماعته زمانك قال لك غريب وعجيبه قال لك غريب وعجيبه اف تلفون ما هنا تلفون بفان تلفون عقلي ما تشون ام نزانشون عقلي ما تشوشتن بالتلفون عقل تشوشتن ام نزانن جبونك ام الهمبر فان تشتادر كمن لازمه بروفيسور ما جواتناس علم الاجتماع ابي دروني يعني سوس بسيكولوج ابي ايكونومي او ابي تكنولوژی او اوی سیاست ماموستای مدرسه ور حاصل دیو باف انوانه تف گرم هر مدرسه که جنو دا آلیکاری هف بکن همه چوا دکارب بالهمبر وان خرابیان مجادله بکن انوانه گره باش بزامن گلو جماعته اما معلسف موانه تف دایا آلی که دم عالم اسلام دا یا جیوانه کل همبر وان خرابیان مجادله کن وی علم متنه
ام نزانه کو وی تلفون چ قصه زرار دمه ون هرگاف اخبارات خوینن کوان زاروک عمر وان 12 13 سال بونه قاتل چا بونه قاتل ا پروگرام تلفون دا بونه قاتل پروگرام تلفون خبطان دنه وی تشتی کنه وی تشتی کنه بونه قاتل جوان دو گرت بگشی تی اواکنو بکی ایرو ده حب اخبارات خان لترکیه 15 سالی 16 سالی کشتیه یکی 18 سالی یکی 19 سالی کشتیه 14 15 سال و دمانچش کوانی و سلاحش کوانی و کیراش کوانی و چا وهف دگجن یعنی اوانا براستی تکنولوژیا کنویه او پلوس علم نفس يعني دروني بسيكولوج ابي جواتي سوسيولوج اوانا تب تشتي غريب وعجيب تدانا تكنولوجي تشكي غريب تكنولوجي ده هي خوارني كم دخون تشتي عجيب وانا قرام تب بزان بن شد وانا ده هي ام تشوال همبر وانا شربكن يعني بني جان الوان درا بينا اوكيتي بينا وان جيك بدخون يبي بيس بينتي هش ماتشه بينا بيس لو بينا وانا وان شنو حشن شنو جوان رام دبجن يعني وان جي بيس حيرا او بين تما هش ماتشه ابي انسان بعد خو چا بينا هش ناچه چا كيف خوش تا في بينا بيس demek ki tiştek de heye tişteki heye ki ali xuda kşandiye dure huzura ve bina miza ga je birayte birak vatxun bina pisa avqasa ya vi kabray vatxu kef havite efçete de heye pevatiye gredan tadim narwici bin avhengi hatiye gredan bağımlık hati pevatiye gredan yani efçete de heye vi av haçebiye em nizanin ki em zandikin evi ahmaqa ve khari yari ahmaqa ve khari de ev bina pis çava biya tahammül ke demek ki tişteki heye greda yapxuva ام ويا فهمنا كنيجا ام نجيش نبي درجه هاني لازم ام عقل فشكي بخبتينين ايها الاخوان هناك امور نحن نغفله كثيرا ربما في المدارس احيانا بعض المدارس او احيانا امور الجبس كما نسميه الامور الصغيره المجففه الاولاد ياكلوها علينا ان نسال الخبراء والمهندسين او على الدول ان يبحثوا هل هناك مواد في هذه الامور التي يستعملها الاولاد يسهل لهم أن يشربوا هذا الشيء. أنا متأكد هناك شركات وهناك جهات خبيثة حينما يقوموا بعمل أمر من الأمور سكر وما إلى ذلك للأطفال يجعل فيها مواد مدمنة يجعل الولد يتابع يستعمله كثيرا فبعد فترة يسهل له أن يشرب الخمر أو يستعمل الحبوب المخدرة لأن بنيته الداخلية أصبح يقبل هذا الأمر يعني بدون ما يدري ربما الأكل الذي يأكل الشرب الذي يشرب البطاطا أو البسكوي كما نقول أمور مثل هذا التي على الماشي حينما يستعمل ربما فيها مواد يجعله يقترب من هذه المخدرات فحينما يبدأ لا يهم لأنه قد تعود أصبح لديه بنية أساسية أو أمور يسهل له أو يجعل شيئا المخدر شيئا محبوبا لديه فعلينا أن ننتبه ولكن مع الأسف الشديد نحن لا نعلم مثل هذه الأمور ربما نشتري لأولادنا أمورا ونحن نسممهم بأيدينا فعلينا أن ننتبه لمثل هذه الأمور تشتكي دي أجبارا بيجم تدي زاروك ما تشمشتات خنيا زاروك بطات مطاطات خنو وان تشتي حشكنا بطاطز وجيبس جوانات بيجم وان تشتي حشكو وان شكرو نزانم تشتي وكوانا أي صدي صد أكيدم از هاد زان فقط نكد بفابريقانه ليه تما عقل من فياج مراد بيجه كو قال لك انسان هنا قال لك شركات هنا وقت فانا تشتكن هنا كي ماده دخل نابوي ماده جيبونك اف زاروكي كو بياد خو بشتي 3 ساله بشتي 4 ساله جرا افتوز وحبو هاني جرا راحت ورن جرا نرم دكن شيرين دكن هيدي حتى جرات بين نورمال يعني تشاوك جانا يكي تشتام دخون دبيجا گوشت خنزير تدايا رون خنزير تدايا جيلاتين خنزير كرنه كي هيدي قال لك تشتي اواكينو هنا اما هاي مجتن ام جندينه يعني جندينه بنيه خراب ام شيطانيه دنيا فهم لكن جندي جانا دلي وان باقشه شيطانيه نزانن اما شيطانيه نزانن كوچ قصه شيطاني في كاري هانه دهنه في شيطانيه في خرابيه هانه تكن حساب كزاروك باوي چه بسكويت جرا دستينه پشت 3 ساله زاروك چاره ود خو خرابي بسكويت هانه سالا چارادت نری حبک یاویده بخو چه بو؟ باف و ناخو ده و ناخو کس که ناخبتینه اف زاروک چه و بیتشتیانه کرد ادوی حبک مجر آنی اف بسکویتک مدای اف جیبسک مجر آنی زاروک مفری بیتشتیانه بو یعنی اویا گرم بزان بن قال لك شیطانی دوی تشتیانه دهنه ام ند فرقه دانه یعنی ام ند فرقه دانه
في شكل هانه ملت فيريوان تشتي هانه بو ابياجي وظيفه دولتك خدي ايمان خدي اخلاق خدي اجدان ملت خو حسبك بيجا جرام خباتك مازم كن هر تشتي هات فروتانه جراد بن كنترول دولت دا درباس به چت دا هي ايرو انصبه چت به برابه او كيجي خرابي كدبيا ذاكر اجا وقتها الصحابيه بتلكال وان ناخن مباشره ان جزاي جران شي غلا يبدن وان لو ربانا يدي قتل عام ما ظنت كن ايق عراقي بعد خو زرار دنخو اما تبي ماده هانه بلا بكي تب حزاره انسان بوجي غرا جزاي جران چبه بدنوي به عبرت بونه ملته ابي نقطه هانه غرا براستي ام گلکی آگهدار بي مساله هانه بن ايها الاخوه الموبيل او التلفون او برامج الأطفال علينا وعليكم أن ننتبه إليه كثيرا. كثير من الشباب الأولاد نقرأ دائما في الأخبار بأنهم بمتابعة بعض البرامج للأطفال أصبحوا قتلة، يذهب إلى صديقه ويقتل صديقه. البرنامج هكذا يعلمه تحت نحن نقول شعور الداخلي، يعني هكذا يلقن في النتيجة يصبح هذا الولد مجرم يذهب ويقتل واحد. فعلينا كذلك أن نستفيد من مثل هذه الأمور لمحاربة المخدرات. الأفلام كما نرى يحبب البرامج يحببون إلى الأطفال المفاسد والمشاكل، فعلى أولياء الأمور والذين يحبون الخير والسلام للمجتمع أن يحاربوا هذه الأمور الفاسدة بشتى الوسائل. يعني مثلا هانيجي براسي جرم آگهدار تلفزيون بن برنامج بن مالا مخرات كن وان تلفزيون هاني وان برنامج يعني خودت زانه في برنامج كم مثلا زاروك تدي لازم تلفون هذا يعني بفي ليست كهانه چت كبه بن عقل وان چت سنيال جواراتي اما جا بيا نزانن ها يعني 30 سال بره هنكي بروفيسورا گوتيه نسل هاتي نكارن قرار خوب دن تلفزيون قرار وان ديدي تلفزيون عقل وان شوش كنت نزاني تلفزيون تشكر تفيلمه كد نري هفته كي باشه نري عقله تبو تشتكي دي ازبر نوهابم الامبريام تماشا تلفزيون كه تلفزيون عقله مشوش يعني قال لك شيطاني تيدا هنا هدي اما ببن وكينا چه وكا روبوتا پشت چند ساله ام بركي ام هجا بشكي باشنا من كي ادارت كن 5 سال 10 سال باشه نسلا نو ببن روبوت برنامج كي تخن تلفون هر کس بلا بكن تبنر هر کس دركته دروا برنامج جديد خنه كي هر کس چه مال اخو يعني بفي شكل چه وقت تلفون بكنترول كي دغريفت كي زيادات كي كم كي تدير لمبه كنترول زيادات كي لمبه زيادات به كم كي لمبه كم به تدر وايت بجيب را تلفزيون موهاب ك تلفزيون مال بعد به في في انا في سيستماوي ام بنا بقى في يعني مع الاسف ام جرى في شيطاني يعني ظالبن ام في شيطاني نظامن ام بمن قربان في شيطاني يعني خدای متبا بپارزه وانج وسیله تزنج بونه كو ام لهمبر وان تشتي باخلاق وخرابي دركبه. هذه الامور الجديده ايها الاخوه علينا ان ننتبه وعلى اولياء الامور ومن يريدون الخير والسلام للمجتمع عليهم جميعا ان ينتبهوا لمحاربه مثل هذه الامور الفاسده المفسده التي يعمل لنا المشاكل. نرجو الله ان يحفظنا واياكم من هذه المشاكل ان شاء الله. خدای متباج معنا بپارزه و حتی هفتاتی امی هفدین ان شاء الله. آمین. خدای جوج راضی به. محترم